كأنك تونسي مستحيل تقريبا سمعتش باسم جعفر القاسمي. جعفور الممثل الكوميدي المسرحي الإعلامي والإنسان اللي عنده قدرة غريبة إنه في نفس الوقت يضحك الناس ويقلقهم يخليهم يحكيوا عليه. أما حكاية جعفر القاسمي ما بداتش في التلفز وما بداتش في البرامج الاجتماعية، وحتى ما بداتش كي ولا معروف عند عموم التوانسة. كي بداته المسرح، جعفر القاسمي تولد نهار 4 سبتمبر 1974 وقرأ وبدا يخدم في المجال المسرحي، وبعدها بنى روحه ككوميدي وممثل ومخرج قبل ما يوسع حضوره للتلفزة ولا الراديو. من بعد جعفر اختار طريق مشتهر برشا، الوان مان شو، يعني واحد يطلع فوق المسرح ويشد الجمهور وحده ويضحكهم وحده. وهنا بدأت تتبنى شخصية جعفر اللي نعرفه الناس الكل، يتكلم فيسا يتحرك والتوانسة الكل يحبوه. عمل عروض كيما واحد منا والتونسي كوم وريتشارد الثالث، وزيد شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية كيف شوف لي حل بيضة وأوديس. وبعد المسرح جا الدور متاع التلفزة. جعفر ما بقاش مجرد ممثل يطلع في عمل ويهبط، واللي هو وجه إعلامي ولا وجه إعلامي حاضر في البرامج سكتشات وحتى في الكتابة والإخراج. ومن الأعمال اللي ارتبطت باسمه هي شبيك لبيك وشارك في لاباس، وبعد دخل أكثر في عالم البرامج والمنوعات. أما الشهرة الكبيرة عند جعفر عندها وجه آخر، خاطر كي تولي معروف برشا كل كلمة تقولها تتحسب عليك، وكل فيديو اللي تنشر ينجم في ساعات يقلب عليك الدنيا. وأشهر مثال يمكن هو الجدل اللي صار في 2022. في الفترة هذيك جعفر كان أطلق ماركة متاع ملابس وصارت انتقادات على الأسعار. جعفر خرج في فيديو ورد على الناس اللي انتقدوه، والكلام متاعو اعتبروه برشا توانسة اللي فيه تعالي واستهزاء بالناس اللي ما تنجمش تشري من الماركة. الفيديو عمل موجة غضب كبيرة، والموضوع خرج من مجرد ماركة وسوام ولا نقاشات على صورة الفنان وقت اللي يدخل في التجارة وانا الطريقة اللي يحكي بها مع الجمهور. لكن جعفر بعد وقت قصير رجع واعتذر وقال اللي كان هو مضغوط برشا، وانه كلامه كان موجه للشخص معين اسئلي مش للفقراء بصفة عامة، واكد اللي هو اصلا عاش الفقر وما يقصدش اهانة الناس اللي ظروفها صعيبة. وهنا نلقاو حاجة تتعاود في مسير جعفر، وشخص يحب يحكي بصراحة، اما الصراحة متاعو ساعات تعمل عليه برشا مشاكل. وزاد نذكروا اللي جعفر القاسمي معرس وعنده زوج صغار او اكثر، ما نعرفش انا الفيديو اللي ريته عنده زوج صغار. نخليكم تتفرجوا على الفيديو ونتعديو ديريكتومون للموضوع اللي بعده. وما وقفتش الحكاية عند غادي. في 2021 جعفر دخل زادة في جدل آخر وقت اللي كان يحكي على سلسلة ابن خلدون، واعتبر العمل كوميدي هادف، وقال اللي هو مستعد يتحمل مسؤولية النجاح والفشل. وفي نفس السياق قال تصريح على قناة الحوار التونسي وانه العاملين فيها عادة يكونوا في الصدارة، وهو تصريح بطبيعته أثار نفس النقاش. أما جعفر عنده جانب آخر مختلف تماما، جانب ما فيهش الضحك وحده، وهو الجانب الاجتماعي. برنامج صفي قلبك استعمل الحضور التلفزي متاعه باش يسلط الضوء على عائلات وحالات اجتماعية صعيبة. في 2023 الحلقة اللي تعاملت على حالتي عبد الرحمن وحليمة عملت تفاعل كبير عند برشا توانس، لدرجة انه جعفر قال لي التفاعل هذا عمره ما عاش. يعني الراجل اللي الناس الكل تعرفه بالضحك واللي زاد يقدم برامج تخلي الناس تبكي وتتأثر، وإذا بالضبط اللي يخلي شخصية جعفر القاسمي مثيرة للاهتمام، خاطر هو مش مجرد شخصية محصورة في خانة واحدة، مرة ممثل مرة كوميدي مرة إعلامي، مرة أخرى تلقاه يحكي على موضوع اجتماعي ثقيل. وحتى كي رجع للمسرح بعروض أحدث ما عادش الكوميديا متاعه مجرد نضحك ونروح. في مسرحية الدراب مثلا دخل في مواضيع أثقل، العائلة التربية والتناقضات اللي يعيشها المجتمع التونسي، وهذا عمل عليه جدل زاد. في 2023 صار نقاش حول عرض تضمن أغاني تتكلم على حاجات اللي تعرفوا المخدات، وكان مبين الحاضرين الأطفال، وجعفر حاول يفسر أنه الهدف هو التنبيه للخطر هاي الظاهرة ومش الترويج ليها. وبعدها في 2024 الدراب وواصل جولته والجمهور تفاعل معه بالأغاني والضحك وحتى بالبكاء. جعفر فسر أنه العمل منطلق من الأسرة التونسية ومن العلاقة ما بين أفرادها، وأن الكوميديا السوداء بالنسبة لي هي طريقة باش تعكس الواقع بما فيه التناقضات والمآسي. وهنا نوصلوا للسؤال المهم، علاش جعفر القاسمي ديما حاضر في النقاش؟ خاطر جعفر ما يلعبش دور الفنان اللي بعيد عن الناس، هو ديما قريب من الجمهور متاعو، يحكي لغتهم يدخل في مشاكلهم يضحك على عاداته يحكي على الفقر والعائلات والتربية والمجتمع. اما القرب هذا عنده ثمن، خاطر الجمهور اللي يحبك هو بيدو الجمهور اللي باش يحاسبك على كل كلمة. وهذا شفناه بوضوح في قصة الماركة، وشفناه زاد في الجدل حول بعض أعماله، وشفناه حتى في طريقة طرحه للمواضيع حساسة. وفي المقابل لازم نعطيه حق جعفر القاسمي، هو فنان ما وقفش في بلاصة واحدة، من مسرح للتلفزة للسينما للراديو للبرامج الاجتماعية. عاود رجع للمسرح وواصل يبدع في الادوار متاعه. وحتى هذه حاجه بركه تبين لك قداش هو خدم ونوع في التمثيل متاعه، للكتابه للاخراج وتقديم البرامج. يعني اذا تحب تلخص مسيره جعفر القاسمي في جمله واحده، جعفور بنى شهرته بالضحك وبعدها ولا يستعمل الشهره متاعه باش يحكي على حاجات ما تضحكش بالضروره، اما في نفس الوقت شخصيته المباشره وصراحته خلته يدخل في برشا جدالات. مره هو الغلط ويعتذر، ومره الناس هي اللي تختلف وتكون غلطه معه، ومره اخرى هو يشوف روحه يحكي على مشكله اجتماعيه والناس تفهم الرساله بطريقه اخرى. في الاخر يمكن هذا هو سر استمرارية جعفر القاسمي. تحبوا ولا ما تحبوش صعيب تتجاهلوه، خاطر جعفر القاسمي مش مجرد كوميدي يطرح ويضحك الناس، هو واحد من الوجوه اللي عاشت
اللي عاش التحول ما بين المسرح التلفزيون الراديو والسوشيال ميديا، وفي كل مرحلة كان فما شوية ضحك شوية نجاح شوية دراما، والحكاية مازالت متواصلة. خاطر مع جعفر الحاجة الوحيدة المضمونة انه غدوة ينجم يخرج بحاجة جديدة تخلي التوانسة الكل تحكي عليه. المهم نوصلوا هنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. فيديو كتيبة برشا برجولي سكريبت رضوي برشا، راهو ولد الكلبة اللي يكتب لي السكريبت الله يسامحه مانيش فاهم. قلت له هابط فيديو بسيط يا برو، قال لي لا لازم نكتب لك في خاطر هذا جعفر القاشمي. المهم متنساش لايك كومنتير. باي باي. اسمع مني حالي محيرني ساكنني جني ما يعرفني يوم اشرب مويه يطيح مني سني فرش اسناني صلانا